اداره النادي الاهلي عاشت الوهم وكانت بتحلم احلام اليقظه ان هم هيروحوا كاس العالم للانديه، هيعملوا بوم طخ والعروض هتنزل من كل انديه العالم على لعيبه النادي الاهلي، وبيبو يقعد يرص اللعيبه وخد زيزو وامام وعليهم كمان وسام. اكتشف ان هم راحوا كاس العالم للانديه عملوا زارت فيس، ومفيش ولا لعيب جاله عرض غير وسام. وسيبك من الاشاعه اللي طالعه ان في انديه في تركيا عايزه زيزو، كل الكلام ده زارت وفسا وضحك على الجمهور يعني الغلبان. وسام الوحيد اللي جاي له عرض ب 5 مليون دولار، اللي هيقول لك 8 و9 اعرف ان هو كذاب، هو مش هيجيب اكتر من 5 عشان تبقى فاهم. والنادي الاهلي عمال يتسول على وسام وعايز 10 عشان يعوض الفلوس اللي اتضحك عليه فيها ويعوض اللعيبه البلالين اللي لبسها. هو واقف قدام مستقبل وسام. وسام قال لك يا اخي خد ال 5 مليون دولار كلهم وسيبنا غور من وشك. يا اخي الواد مش طايقك، الواد عايز يروح يلعب مع ناس نظيفه، مع اتحاد كوره نظيف، مع رابطه انديه نظيفه، مع حكام عندها شرف وعزه نفس. الواد مش طايق يلعب في مصر يا اخي. هو انت عشان ممضيه على 4 سنين هتستعبده، هتذله، هتكسر نفسه؟ الواد يا اخي قال لك خد ال 5 مليون دولار وسيبني امشي، وانت بتثبت فيه تقول له هات لي 10؟ هيجيب لك منين يا عم؟ هيضرب الارض تطلع بدولارات؟ ده انت ما عندكش دم صحيح. سيب الواد يشوف مستقبله يا ليفا.